هو ده بقى المهاجم البرازيلي فينيسيوس سوزا المرشح للانضمام للزمالك، واللي رفضوا النادي الاهلي بعد عرض بعض الوكلاء اللاعب على النادي، وده بسبب تشاؤم النادي الاهلي من الصفقات البرازيليه، وكان اخرهم برونو سافيو الصفقه البرازيليه اللي باءت بالفشل مع النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي تراجع عن ضم اللاعب البرازيلي فينيسيوس دا سوزا، رغم ان هو لسه لاعب صغير في السن من مواليد 2003 وعمره 20 سنه وطوله متر 93 سم. ابرز مميزاته ان هو بيجيد التسديد من خارج ال 18 بشكل مرعب ومميز للغايه، الاضافه ان هو احيانا بيجيد اللعب في مركز الوينج رايت وكذلك في مركز الوينج ليفت، وكمان بيجيد اللعب بالراس بشكل مرعب ومميز للغايه. رغم ان الصفقات البرازيليه ما نجحتش مع الانديه المصريه بشكل كبير جدا باستثناء كينو لاعب فلومينينسي البرازيلي في التوقيت الحالي، ويمكن اللي عاجبني في نادي الزمالك في هذه النقطه ان هو مش هيتعاقد مع اللاعب البرازيلي بعقد يمتد الموسم او 3 مواسم، بل هيستعيره لمده 6 شهور، ولو نجح مع نادي الزمالك في فتره الاعاره بكل تاكيد نادي الزمالك هيجدد تعاقده تلقائيا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس دا سوزا لاعب انترناسيونال في التوقيت الحالي. يمكن ابرز ما قدمه اللاعب البرازيلي فينيسيوس دا سوزا في الدوري البرازيلي هو تألقه في البطوله الوطنيه البرازيليه، البطوله اللي ياما طلعت واكتشفت نجوم واللي استقطبتها كشافين وانديه اوروبا العملاق، على سبيل المثال كاكا وفينيسيوس جونيور وكذلك كاسيميرو ومارتينيلي ونجوم كتير بيلعبوا في التوقيت الحالي واعتزلوا كره القدم بالفعل. قدر يسجل 3 اهداف في هذه البطوله مع نادي الكناري البرازيلي في خلال 5 مشاركات. بكل تاكيد لو تألق واثبت نفسه مع نادي الزمالك كل الانديه المصريه توجه انظارها للدوري البرازيلي وهتبتعد بشكل كبير جدا عن التعاقد مع اللعيبه الافارقه.